تتابع المغاربة بشغف كبير مستجدات الملاعب الرياضية التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا لسنة 2025 التي تخضع لعملية تحديث واسعة النطاق ستجعلها تحفة ومفخرة لبلادنا. من بين الملاعب التي تشملها عملية التحديث نذكر ملعب ابن بطوطة بطنجة. هذا الملعب الذي تم الرفع من طاقته الاستيعابية بإزالة الحلبة المطاطية وتشييد مدرجات إضافية مكانها. وحسب ما عاينت هبة باريس فقد تم الانتهاء تقريبا من أشغال بناء المدرجات في أغلب جهات الملعب ما عدا في الركن الأيسر والأيمن للجهة الغربية، حيث تم ترك فراغات بطول لا يتعدى 10 أمتار. هاته الفراغات وفق مختصين تم تركها فارغة دون بناد مدرجات بها حتى يتم الانتهاء من عملية تسقيف الملعب، بالنظر لكون التجهيزات الخاصة بعملية التسقيف ذات حجم كبير وتتطلب مساحة كبيرة لإدخالها للملعب. وسيتم بعد الانتهاء من تركيب السقف بناء تلك المساحات بطريقة تسمح بإضافة مدرجات أخرى مع تشييد بوابتين خارجيتين خاصتين بمنافذ الإغاثة 6 سيارات الإسعاف. من جهة أخرى شرعت الشركة التي تم التعاقد معها لتغطية الملعب في استقطاب معداتها الضخمة وكذا التجهيزات التي ستلزمها في العملية عبر ميناء طنجة، وما تزال العملية متواصلة وفق ما تم الاتفاق عليه مع الممولين. كما أن عملية إزالة السقف القديم قد قاربت على نهايتها بعدما تم إزالة أكثر من 90% من السقف المعدني وتفكيكه في ظرف زمني أقل من المتوقع، مما سيسمح بتركيب السقف الجديد حتى قبل موعده المحدد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مركب طنجة قد يكون أولى الملاعب الجاهزة بعد الانتهاء الكلي من الأشغال، عكس باقي الملاعب التي تخضع للصيانة والتحديث كمركب محمد الخامس وملعبي مراكش وأكادير وفاس، فيما تتواصل الأشغال بوتيرة سريعة في ملعب الرباط الذي سيكون جاهزا شهر مارس السنة القادمة. يبدو أن ملعب طنجة الكبير سيكون أولى الملاعب الجاهزة التي سيتم تسليمها بعد أن تم تقريبا الانتهاء من مرحلة الأشغال الكبرى الخاصة بتشييد مدرجات إضافية لتوسيع الطاقة الاستيعابية للملعب. وحسب معطيات خاصة فقد شارفت أشغال بناء مدرجات إضافية مكان حلبة الملعب القديمة على الانتهاء، حيث تم تركيب أغلب المدرجات على الحاملات التي تم إنشاؤها باعتماد الخرسانة المسلحة. وتمت إضافة المدرجات المعدة سلفا في شركات خاصة فوق الحاملات ما عدا في الركن الجانبي بالجهة الغربية التي لا يتعدى طولها 10 أمتار، حيث ولأسباب تقنية صرفة سيتم تركيبها في مرحلة مقبلة بعد الانتهاء الكلي من إزالة سقف الملعب القديم. موازاة مع ذلك تباشر فرق تقنية خاصة عملية إزالة السقف المعدني الذي كان يغطي المنصة الشرفية وجانبيها، حيث تم تفكيك أغلب أجزائه وقد وصلت نسبة تفكيكه إلى حوالي 90%، حيث تمت العملية في ظروف سلسلة، رغم أن العملية في العادة تكون معقدة وتتطلب مدة زمنية أطول وتقنيات خاصة. هذا وبعد انتهاء عملية إزالة السقف القديم ستباشر شركة خاصة عملية تركيب السقف العصري الحديث الذي تم اختياره ليكون في كامل الملعب في نفس الوقت، مع استكمال باقي الرتوشات المتعلقة بتغليف الملعب من الخارج ليكون في أبهى حلة. هذا وستنتهي الأشغال الكبرى في ملعب طنجة وفق ما أعلن مسبقا مع نهاية السنة الجارية، وسيتم تسليمه في الغالب أواخر شهر يناير أو بداية فبراير، وسيكون جاهزا لاحتضان منافسات الكاف والفيفا بعدما تقرر أن تكون الإصلاحات دفعة واحدة ليستجيب لمعايير الفيفا، عكس ملعب مراكش وأكادير اللذان سيكون إصلاحهما على مرحلتين، الأولى قبل الكان والثانية بعده مباشرة. وتتمثل أبرز هذه الاستحقاقات في كأس إفريقيا صيف العام المقبل وكأس العالم 2030 رفقة البرتغال وإسبانيا في إطار إشراف مباشر من لجنة تنظيم كأس العالم وولاية طنجة، تطوان الحسيمة والشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية سونارجيس. تقنيات متطورة. المعايير المحددة لكأس العالم 2030 تدفع توسعة ملعب طنجة الكبير للأمام
وتجري الأشغال المبرمجة توازياً مع المعايير المعتمدة لكأس العالم 2030 ودفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بهذا الخصوص. وتتمحور أشغال التوسعة والتطوير في إزالة حلبة ألعاب القوى الشيء، حيث تم حفر 8-5 لبناء المدرج الجديد، والمراد من ذلك زيادة مهمة في الطاقة الاستيعابية للملعب. رحلة التحول تحول ملعب طنجة الكبير ليصبح من بين أكبر الملاعب القارية والدولية، وسيصبح واحداً من أكبر الملاعب على المستوى القاري والدولي، ما سيسمح له بالتنافس بقوة مع باقي ملاعب مونديال 2030 لتنظيم مباراة في نصف النهائي، وفق ما صرح به مصدر خاص لموقع زنقة 20. وتواصل الشركات المكلفة ببناء المدرجات السفلية وفق ما عاينه موقع زنقة 20 في عمليات البناء والتحديث، إذ من المحتمل إنهاء بنائها مع نهاية شهر رمضان، وفق ما قاله مصدر رسمي مسؤول لمنبرنا. تجهيزات ملعب الأحلام، منصات VIP ومرافق متعددة ترتقي بتجربة المشجعين في ملعب طنجة الكبير، كما تهم الأشغال الزيارة في الطاقة الاستيعابية للمرافق المخصصة لكبار الشخصيات مثل مقاعد VIP والغرف الفندقية، فضلاً عن منصة الصحافة والمصورين، وكذا مقاعد الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة لبناء مستودعات ملابس ومستوصفات ومراحيض متعددة ومنتشرة عبر جنبة الملعب، توفير أفضل مشاهدة جماهيرية ممكنة. ملعب طنجة الكبير سيشهد كذلك تثبيت كراسي جديدة على مستوى المدرجات في إطار دفتر تحملات الفيفا الخاص بمونديال 2030، والتي تشدد على ضرورة ملائمة الكراسي وموقعها في المدرجات لمعاييرها الخاصة من أجل إتاحة أفضل مشاهدة للمباراة بالنسبة للجماهير الحاضرة. ولمشاهدة مباريات على أعلى مستوى سيوفر ملعب ابن بطوطة على أرضية ميدانه عشباً طبيعياً بمواصفات عالمية تستجيب كذلك للمعايير الخاصة بدفتر تحملات الاتحاد الدولي للعبة في مونديال 2030. تكنولوجيا متقدمة، الإضاءة بتقنية LED وأنظمة الصوت الحديثة تحل على ملعب ابن بطوطة، ومن المقرر وفق برنامج العمل تجديد المرافق التقنية للملعب الكبير لطنجة عبر تثبيت شاشتين عملاقتين وأنظمة صوت داخلية حديثة، فضلاً عن نظام تكييف الهواء داخل الملعب. وإضافة إلى ذلك سيتم أيضاً تثبيت إنارة ملعب جديدة تعمل بتكنولوجيا الإضاءة LED، وكذا تهيئة البيئة المحيطة بالملعب وتزكيتها بملاعب للتدريب ومواقف للسيارات. يبدو أن عملية التحديث والتطوير لملعب ابن بطوطة في طنجة تسير بوتيرة جيدة. تم الانتهاء من بناء مدرجات إضافية في معظم أجزاء الملعب باستثناء بعض الفراغات في الجهة الغربية، حيث تم تركها لحين الانتهاء من عملية التسقيف. هذه الفراغات ستستخدم لبناء مدرجات جديدة بعد تركيب السقف، مما سيزيد من طاقة استيعاب الملعب. وفيما يتعلق بعملية التسقيف، فقد بدأت الشركة المعنية بتغطية الملعب في استقطاب المعدات الضخمة والتجهيزات اللازمة عبر ميناء طنجة، مما يدل على استمرارية الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد. ويشير التقرير إلى تقدم جيد في عملية إزالة السقف القديم، مما سيمكن من تركيب السقف الجديد في وقت مبكر من المتوقع. من الجدير بالذكر أن ملعب طنجة قد يكون أحد أولى الملاعب التي تكتمل أعمال التحديث بها، مقارنة بالملاعب الأخرى المخطط لصيانتها وتحديثها مثل مركب محمد الخامس وملعبي مراكش وأكادير وفاس. وفي الوقت نفسه يتم العمل بوتيرة سريعة في ملعب الرباط، ومن المتوقع أن يكون جاهزا في وقت مبكر من العام القادم. تعد عملية تحديث الملاعب وتطويرها جزءا هاما من الجهود المبذولة